الكل بيتصدم لما بيشوف الطفله الصغيره عينيها فيها سن بتاع صيد السمك، وبيكونوا مش عارفين ازاي ده وصل لعينيها، بس اهم حاجه يقدروا يشيلوا الحديده دي عشان ما تخسرش عينيها. فبتقعد البنت على كرسي وبتوصل الجزء اللي تحت عشان ما يحملش على عينيها، وبعد ما بيركزوا كويس في الاصابه بيقرروا ان هم ما يدخلوش في الحته الحساسه عشان الطفله ما تخسرش عينيها، وبيقرروا يودوها على المستشفى ويتعاملوا هم معاهم بالطريقه الصح، وعشان عينيها كمان ما تقدرش اكتر من كده بيحطوا على عينيها شاشه عشان الشمس. بعد كده الست عجوزه بلغت البوليس ان في واحد غريب واقف قدام بيتها وعمال يبص عليها بقاله ساعات ومش بيتحرك، فالبوليس بيبعت لها قوه على بيتها وبيدوروا عليه في كل حته في بيتها ومش بيلاقوا حد موجود، فالبوليس بيقول لها انت شكلك بتتخيلي. وبعد يومين البوليس بتتصل على الست العجوزه عشان يطمنوا في حاجه حصلت تاني، بس بترد عليها حفيدتها وبتستغرب ان ستها كمان بتشوف نفس الراجل اللي هي بتشوفه، وبتلاقي كمان الراجل ده واقف قدام بيتها، وبعد ما بتركز فيه قوي بيطلع ان ده جوزها القديم وجاي عشان ينتقم، وبيدخل بيته مع السكينه وبيدور عليها في كل مكان، بس البنت بتكون مستخبيه وبتطلع له وبتفضل تضربه كتير لحد ما بيغمى عليه، فبيقولوا لها القوه جايه لك وهيقبضوا عليه.